الناس بتدور على الارخص، وده طبيعي جدا، كلنا عايزين نوفر وكل جنيه له تمن في بيتنا. بس الارخص مش دايما مكسب، واغلى خساره ممكن تبدا بخصم كبير. الخصم العالي بيفرح النهارده، بس ساعات بيخبي جواه جوده اقل او خدمه مش موجوده. والسعر القليل يريحك وقت الدفع لكنه يوجعك وقت الاستخدام. ما بقولكش ما تشتريش الارخص، بس لازم تسال هو ليه ارخص؟ هل لان الجوده اقل، ولا الخدمه ناقصه، ولا القيمه مش واضحه، او المنتج غير اصلي؟ واخطر ما في الموضوع ان السعر المنخفض او الخصم العالي بيلمسوا الاثنين. العميل ممكن يشتري حاجه ما تحققلهوش اللي كان متوقعه ويضطر يشتري تاني ويدفع اكتر، والبائع ممكن يخسر هامش ربحه فيضعف قدرته انه يتطور ويقلل من الجوده وتتهز صورته قدام الناس. المنتج بسعر رخيص اكيد مش غلط، بس لازم يكون مبني على قيمه حقيقيه، والخصم لازم يكون محسوب بذكاء مش بدافع الخوف من الخساره. السوق بيحب الارخص اكيد، بس بيكمل مع الصادق. الناس مش ضد السعر، الناس ضد الخداع. ابني القيمه وخلي السعر نتيجه مش بديل، وساعتها حتى لو سعرك اعلى الناس هتختارك. سلام.